عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض تسبيكة المحشي بطريقة سهلة قوي وجميلة. كمان هنعملها بطريقة تحفة. المحشي هيبقى طالع معانا طعمه خطير. يلا بينا مع بعض نشوف الطريقة. اول حاجة انا بجيب حلة بحط فيها معلقتين كبار من الزبدة او السمنة حسب المتوفر عندك. بعد كده في الوقت ده انا بكون مقطعة بصلاية، مقطعاها مكعبات كبيرة بالشكل ده، وهبتدي انزل عليها بالمادة الدهنية. طبعا اهم حاجه في المحشي ان انا اكون مقطعه البصل عندي مكعبات كبيره شويه. كده كده ما تقلقوش، البصل لما بيدبل عندي حجمه بيقل، فزي ما انتم شايفين كده. في الوقت ده انا كمان بكون ضربه طماطم في الخلاط ومصفياها. اول ما البصلايه تدبل عندي بالشكل اللي انتم شايفينه ده، ببتدي انزل بالطماطم اللي انا ضربتها في الخلاط وصفيتها. زي ما انتم شايفين حالا انا هنزل بالطماطم. وانا عشان اخلي التسبيكه بتاعتي لونها حلو ببتدي انزل عليها بمعلقتين كبار من الصلصه بالشكل ده، بيديله لون خطير وبجد بيبقى طعمه كمان حلو قوي. هنا بقى هبتدي ان انا انزل بالبهارات بتاعه التسبيكه بتاعتي. عندي معلقه كبيره من الملح، وكمان نص معلقه من البابريكا زي ما انتم شايفين، ونص معلقه من الكمون، ونص معلقه من الفلفل الاسود زي ما انتم شايفين، ومعلقه كبيره من بهارات المحشي، ودي هتلاقوها في السوبر ماركت او هتلاقوها عند العطار. وبس كده. انا بحب بقى ان انا اضيف حاجه كمان، معلقه كبيره من السكر على الصلصه، بجد بتقلل من حموضيه الصلصه. وما تخافوش، طعم السكر مش بيبقى باين خالص لان الكميه اللي احنا بنحطها قليله قوي. بس كده هديله تقليبه وهغطي عليه واسيبه لحد ما يتسبك عندي الصلصه زي ما انتم شايفين كده. وهغطي عليها واسيبها على نار هاديه لحد ما الصلصه عندي تتسبك بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. طبعا الصلصه بعد ما بتتسبك بجد لونها خطير ازاي، ده بسبب معلقه الصلصه اللي احنا ضفناها، وكمان البابريكا بجد بيدولها لون وطعم خطير. انا عشان كنت هعمل ورق عنب وكرنب، فانا لازم ان انا اسلق الورق العنب والكرنب. فانا هنا جبت ميه مغليه وسلقت الكرنب زي ما انتم شايفين كده. طبعا ما بياخدوش وقت خالص على النار في السلق. اول ما بيبتدوا ياخدوا لون ببتدي اقلبهم على الناحيه التانية زي ما انتم شايفين كده، واول ما ياخدوا لون من الناحيه التانية برفعهم. انا هنا عشان كمان كنت هعمل ورق عنب، فانا جبت نفس الميه بس ضفت عليها ليمونه كبيره معصوره ومعلقه من الزيت. وانا عشان كنت مفرزه ورق العنب، انا ابتديت ان انا افكه من التفريز ونزلت بيه على الميه. برضو اول ما بياخد لون من تحت ببتدي ان انا اقلبه على الناحيه التانية، واول ما بياخد اللون ببتدي ان انا ارفعه من على النار. انا ما بزودش خالص عليه على النار علشان كمان الورقه ما تنهريش مني. فانا سواء في الكرنب او في الورق العنب، انا اول ما بيبتدي ان هو ياخد معايا اللون انا ببتدي خالص ان انا ارفعه من على النار علشان ما يبتديش الورقه تتهرى مني. طبعا التسبيكه زي ما انا قلت لكم، انا كنت خلاص كده هي اتسبكت، انا قفلت عليها. انا ببتدي انزل عليها بالرز، واخر حاجه طبعا بننزل بيها هي الخضره، علشان كمان الخضره ما تغيرش لون وما تغيرش طعم، فالخضره بننزل بيها اخر حاجه. وبس كده ببتدي ان انا الف المحشي. وورق العنب خلاص اهو هو خد اللون بتاعنا. انا هبتدي ارفعه من على النار بالشكل ده، وهلف المحشي بتاعي كله زي ما انت هتشوف حالا. كمان كان عندي بتنجان حشيته زي ما انتم شايفين. انا هسقيه بايه؟ انا كانت عندي شوربه لحمه سبتها لحد ما تفك، نزلت عليها بمعلقه كبيره من الصلصه ومعلقه كبيره من بهارات المحشي ومكعب مرقه، وابتديت ان انا اسقي بيها المحشي زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. طبعا انا بسقيه لاخر صف في المحشي عندي زي ما انتم شايفين كده، عشان ما يبتديش ان هو يتهري معاكي او الرزايه تعجن او تطلع من مكانها. في الاول خالص ببقى عاملاه على نار عاليه لحد ما هو يبتدي يغلي عندي. بعد كده بهدي النار اول ما يغلي وبسيبه لحد ما يستوى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا زي ما انتوا شايفين المحشي بجد مسك نفسه، ما فيش خالص ولا صباع خارج منه اي رزايه. كمان طعمه تحفه، وكمان مفيش اي حاجه خالص لازقه في الحله. وانا حالا هوريكم انه بجد التسبيكه تحفه، وكمان كل حاجه مظبوطه فيه زي ما انتوا شايفين اهو. مفيش اي حاجه لازقه خالص في الحله، ولا حتى محشي مهري او معجن او اي حاجه. وبجد استنى ان انتوا تجربوا الطريقه دي من التسبيكه وكل حاجه، واستنى التطبيقات بتاعتكم وكل حاجه انتوا عملتوها النهارده. ويا رب يكون الفيديو عجبكم.